نبلش يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم؟ معنا شو أخباركم؟ يا رب تكونون بخير. آسف على الانقطاع هاي الفترة، لأن كنت بالزيارة. مشتاقة لكم هواية، وش قد دعيت لكم قد الإمام الحسين، الله يحفظكم ويستركم يا رب. رجعت لكم فيديو جديد، أتمنى الفيديو يعجبكم وينال إعجابكم. طبعا قبل لا نبلش بالفيديو أتمنى دعمكم لي باللايك والاشتراك والتعليق الحلو. حبايب قلبي أهم شي اللايك، وش قد ما تقدرون إنه شاركوا قناتي لحبايبكم أو قرايبكم أو صديقاتكم بخاف قناتنا تكبر، لأن التفاعل نازل بآخر فترة. من عندكم كل اللايك، لأن اللايك هو اللي يساعد الفيديو ويشجعني حتى استمر وياكم بيومياتي. يلا نبلش بالفيديو مالنا. طبعا مثل ما شفتوا بداية الفيديو حمست اللحم وعرقته كل زين على ما استوى نص استوى، بعدين خليت عليه البامية وحمسته وخليت عليه معجون ومي طماطة. نارجت عدنا الملقى مال البامية، وناجيت انضف وياكم الخضار. وسألتكم سولفوا لي منو راح لزيارة، منو ما راح، منو مشى بالشاية، وشلون أجواء المشاية كانت يمكم، منو طلع منو ما طلع، تونستوا لا. طبعا اللي ما راح مشاية وما راح زار هاي السنة، إن شاء الله يرزقه السنة الجاية ويروح ويزور ويمشي. الله يحقق أمانيكم ويسعدكم ويحفظكم يا رب. هنا ما شو بديت أغسل بالمسواك، نادي وبرتقال وفلفل وخيار راح أغسله وياكم. طبعا أتمنى فيديوهاتي تعجبكم وتنال إعجابكم، وأتمنى منكم كل الدعم إلينا واللايك والاشتراك. أهم شي اللايك لقناتي حبايب قلبي حتى استمر وياكم. هنا غدانا راح يكون اليوم هو بامية ولحم وتمة وزلاطة وخضرة وخير من الله ونعمة. وانتم كتبولنا جواب التعليقات، منو يحب البامية منو ما يحب هي. اكو ناس تقول انا ما احب البامية، واكو ناس تحب هي. ما فرستوا بامية للشتاء لو لا. اكو ناس من هسه تبدي تفرز بامية ومخليها بالمجمدية وتحفظها للشتاء. انتم فرزتوا لا بعدكم شو وقت تفرزون، وشون الأجواء يمكم، حارة لا؟ يعني مثل أجواء الناصرية، عندنا الناصرية توصل درجة الحرارة 50 باليوم. انتم شلون هالأجواء يمكم؟ فمثل ما تشوفون هنا خلص قدر وياكم، ناس سويت وياكم تشريب بامية. وهنا راح يجي العصر أو للعش راح أبدأ همين أجهز. راح أسوي وياكم طريقة البورك. نبلش بالمكونات. أول حشوة مالت البورك، مقادير هو صدر دجاج وبصل وكرفس ونكهة ماجي أو نكهة دجاج، تمشي تسمون عندكم. أنا أول ما أبلش أحمس الصدر تماشون بهاي الطريقة. بعدين من أخلص همسله أخليله شوية دهن، بعدين أخلي البهارات راح أحط فلفل أسود وبابريكا، نكهة ماجي، كركم وبهارات مشكلة مثل ما تشوفوا. خليها فوق صدر الدجاج وأبدي أحمس بهن بعد. وهنا بعد ما أخلص من حمسهن أخلي البصل فوقها، ونفس الحالة من أخلي البصل يحمس ويا صدر الدجاج لحد ما البصل يذبل، يعني يروح بالحمس. أخلي هنا آخر شي اللي هو كرفس، أبدأ أخليها بعد ما خليت الكرفس فوق الحشوة أطفي النار، لأن الكرفس راح يدبل لان حمس ويحترق. راح أخليه يتحدر وهاي ويا البخار مع الحشوة. لا نجيب مكونات العجين. كل اللي نحتاجه هو قلاص طحين. بعد ما خلينا قلاص طحين راح أخلي حاشوقة مال أكل نشية، وبعدها أخلي 2 قلاصات ماي وملح. بس هذا نحتاجه للعجينة. خاشوقة شوية مال ملح و2 قلاصات ماي. أنا بعد ما خليت الماي أبدأ أخبط به بالمكونات بالخفاقة اليدوية، طبعا أستخدمها
أبدأ أخفق بيه كل زين لحد ما تتجانس المكونات كلهن. بعد أخليه شوية يرتاح أو تختمر لمدة 5 دقايق على ما ترتاح يعني شوية العجينة مو بسرعة بطل خليه بطاولة على ما ترتاح شوية. وبعد شنو أبدي شوفوا شلون القوام صار وياكم بعد ما تركتوه 5 دقايق. أنا الطاولة كنت مخليتها على الهيتار شوية خذت حماوة أو حرارة صارت بيها شوية. تقدرون تستخدمون لا ما عندكم هيتر عادي على الطباخ تقدرون تنسون الدرجة مال الحرارة مال الآن كلش تخلونها هاد يعني مو عالية. شوفوا أنا بعد ما خليتهم شوي رجعت على الوفر شو شلون صارت عندنا. أنا بديت أحشي بيها شوف شلون صارت عندنا الورقاية حلوة. نعم راح نرجع شوف تبون المكونات خلوا شوية طحين وبعدين فروع بالطاولة لحد ما يصير بيها الخليط كله يتماسك. شوف راح ينشال لكم بكل سهولة حتى الطاولة ما تدهنونها بدهن يقولون حتى الدهن أو شي لا طاولتهم تيفال راح بسرعة تنشال وياكم. شوفوا بهاي الطريقة. هسه شنو راح أبدي أخلي عليها الحشوة وراح أبدأ أشكل بيها. شوفوا هنا إذا صارت عندي سفرية طبعا شكلت عاتية مكونات متوفرة بكل منزل وما أخذ وياي كل تكليف أو كل فلوس هواية ولا خسرت بيه شي. شو مكونات متوفرة بكل منزل سويت لي أحلى عشية. أنا أفيدكم نسيت أشياء تو إذا شوفوا شلون بهاي الطريقة حط الحشوات وأبدي أشكل بيه. لحد هنا لا تنسون تعطونا اللايك والاشتراك والتعليق الحلو وأتمنى تجربون الطريقة وأتمنى بيها أنه تعجبكم واللي يجربها خلي يكتبنا بالتعليقات. نشوفون بعد ما راح أخلص من الأتية راح أقللكم متى على مود تشوفون شكل وقرمشية مالتها. أنا خليت بالطاولة شوية لين على ما حمية بديت أقلل مثل ما تشوفون بعد ما راح أقليهن شوف شلون راح يكسبن ويصيرن يخبلن والقرمشة مالتهن تخبر. أتمنى من عندكم كل اللايك والاشتراك والدعم بقناتي. أشوفكم في فيديو جديد مع السلامة.